طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية، نحييكم وأن نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. شفاء 3 مواطنين من فيروس كورونا في الإقليم الأوسط. برامج ناجحة بحملة الطلاب التنموية في أفعبت. إشادة بمشاركة المرأة في التنمية والتصدي. انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. اليابان تدرس تطوير صواريخها البعيدة المدى في ظل التهديد الصيني. عشرات القتلى والمفقودين بسبب الأمطار الموسمية في الهند وأفغانستان. مرحبا بكم مجددا. إعلان وزارة الصحة: شفي 3 مرضى كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,149، شفي منهم 10,041، وتوفي 103 مريض، فيما يتلقى 5 من المرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 22 من أغسطس. أفاد منسقو الحملة الطلابية التنموية في مديرية أفعبت تنفيذ مهام جيدة لحماية التربة والمياه بالحملة التي استمرت ل33 يوما. ووضح الاجتماع التقييمي الذي عقد في مدينة أفعبت قيام أكثر من 400 طالب وطالبة ببناء مدرجات حجرية بطول 56 متر و500 متر، ومدرجات ترابية بطول 5886 متر، وحواجز مائية سعة 1144 ملم مكعب. وذكر مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان في الاجتماع تنفيذ مهام فاعلة هذه السنة في مديرية أفعبت. من جانبه أشاد مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب باهتمام الطلاب ورعاياهم. وقال المشاركون في الحملة التنموية أن تجهيز أدوات العمل ساعد كثيرا في إنجاز نجاح العمل، منادين بمتابعة شتول الأشجار المغروسة لتأخر بدء هطول الأمطار. أشار التقييم نصف السنوي للاتحاد الوطني للمرأة في إقليم القاشبركة بالمشاركة الفاعلة للمرأة في برامج التنمية والتصدي. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة يحدق يوهنس في الاجتماع الذي عقد في 20 من أغسطس أن تشجيع المرأة عامة وعضوات الاتحاد خاصة لقوات الدفاع بإقامة حفلات الغداء الترفيهية ومشاركتهم في أنشطة النفير التنموي يعكس التنظيم الواعي والقوي. وذكرت العمل لتأطير المرأة في القرى والضواحي وتنمية قدرات المرأة في النصف الأول من هذه السنة. من جانبها أوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاطس فميكيل أن دور المرأة كان بارزا في هذه المرحلة التي شهدت كل جوانب التصدي، مشيرة أن المشاركة والمساهمة القوية للمرأة في إقليم القاشبركة يأتي نتيجة الجهود المبذولة لتقوية تنظيم المرأة. وقال حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حوري في ختام الاجتماع أن مساهمة المرأة في الداخل والخارج وخاصة عضوات الاتحاد خلق دافعا لبرامج التصدي الموحدة، مؤكدا قيام إدارة الإقليم بدورها في جهود تقوية تنظيم المرأة. وأوصى الاجتماع للدفع ببرامج تأهيل المرأة وتقوية دور المؤسسات الحكومية لتعزيز الاتحاد. أفاد مسؤول المركز الصحي في مديرية ميمنة الممرض ملقيتا قبل يوهنس بذل جهود فعالة لمكافحة الملاريا خاصة في مناطق استيطان الملاريا. وقال أن منطقة عبل بصفة خاصة ملائمة لتكاثر البعوض، وازدادت فيها الإصابة بالملاريا في الأشهر الستة الماضية، وتتخذ خطوات جادة للمكافحة بتعاون المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى دفن برك توالد البعوض ورش المبيدات الحشرية وتوزيع الناموسيات والقيام بأنشطة توعوية صحية. وذكر مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية سيد كوبروم في الشاليه تنظيم أنشطة نفير لإصحاح البيئة، مشيدا بجهد المؤسسات الصحية في المديرية. قام مكتب النظام والقانون في مدينة دبارو بحرق مواد استهلاكية منتهية الصلاحية يوم 19 من أغسطس، تم ضبطها في إطار العمل الرقابي الشهري المنتظم. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة نيجستيتس فميكيل أن المواد المضبوطة وجدت في 751 دكانا و63 مرفقا خدميا، ودعت لتوفير حاوية النفايات لنجاح جهود ضمان نظافة المدينة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاثنين إجراء أكبر مناورة عسكرية مشتركة بينهما منذ العام 2018 في خطوة يرجح أن تغضب كوريا الشمالية التي صعدت في الآونة الأخيرة من تهديداتها النووية. وتعتبر واشنطن أبرز حليف أمني لكوريا الجنوبية، حيث تنشر نحو 28,500 جندي أمريكي على أراضيها لحمايتها من جارتها النووية. ودأب البلدان على إجراء مناورات عسكرية مشتركة منذ فترة طويلة، لكنهما شددا في الوقت نفسه على أنها ذات طابع دفاعي، في حين تعتبرها كوريا الشمالية بمثابة تدريب على شن غزو. وتمثل المناورات التي تحمل اسم أولتشي فريدم شيل استئنافا للتدريبات العسكرية واسعة النطاق بين البلدين بعد تعليقها بسبب كوفيد-19، وعقب جولات غير مثمرة من المفاوضات مع بيونغ يانغ. ولم يتم الكشف عن تفاصيل المناورات التي تستمر من 22 من أغسطس حتى الأول من سبتمبر، لكنها عادة ما تشمل تدريبات ميدانية مشتركة برية وبحرية على صد هجمات والقيام بهجمات مضادة. تدرس اليابان نشر أكثر من 1000 صاروخ كروز بعيد المدى لتعزيز قدرتها على مواجهة تهديدات الصين الإقليمية المتزايدة، وفق ما ذكر صحيفة محلية. وتخطط توقيت تطوير صواريخ مضادة للسفن لزيادة مداها من 100 كيلومتر إلى نحو 1000 كيلومتر، وهو ما سيكون كافيا للوصول إلى مناطق الصين الساحلية وكوريا الشمالية، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسميها. كما سيتعين القيام بعمليات تحديث لتمكين السفن والطائرات التي تملكها اليابان حاليا من إطلاق صواريخ جديدة يمكن أن تضرب أهدافا على البر بحسب الصحيفة. والخطة جزء من محاولة اليابان تغليظ فجوة الإمكانيات الصاروخية مع الصين والتعامل في الوقت ذاته مع تهديدات كوريا الشمالية بحسب الصحيفة. قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 40 شخصا لقوا حتفهم وفقد آخرون في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار موسمية غزيرة في شمال الهند خلال الأيام الثلاثة الماضية. وأفاد بيان حكومي رسمي أن الانهيارات الأرضية والفيضانات في ولاية حماشال بارديش الواقعة في جبال الهيمالايا خلال الأيام الثلاثة الماضية قتلت 36 شخصا على الأقل، هذا ولقى 20 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة هطلت في ولاية لوكر شرق أفغانستان، حيث دمر أكثر من 3000 منزل وفق ما أعلن مسؤولون. وأفاد مكتب حاكم الولاية لأن الأمطار الغزيرة التي هطلت أسفرت أيضا عن إصابة 30 شخصا بجروح. وتؤدي الفيضانات والأمطار الغزيرة بعشرات الأفغان كل عام، خصوصا في المناطق الريفية الفقيرة حيث تواجه منازل رديئة بنا خطر الانهيار. بدأ أكثر من 1900 عام في أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا إضرابا
لمدة 8 أيام. حذرت نقاباتهم وشركات الشحن من أنه قد يؤثر بشكل خطير على التجارة وسلاسل الإمدادات. وبدأ موظفو ميناء في الكوستو على الساحل الشرقي لإنجلترا إضرابهم وسط نزاع حول الأجور في أحدث حلقة من الاضطرابات في بريطانيا، حيث تطالب النقابات بأجور أعلى لأعضائها الذين يواجهون أزمة تكلفة المعيشة. وقال الميناء أنه سيفعل خطة الطوارئ وسيعمل على الحد من الاضطرابات في أثناء الإضراب الذي سيستمر حتى 29 من أغسطس. وحذرت مجموعة الشحن مارسيك، وهي إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، من الأثر الكبير لهذا الإضراب الذي سيترتب عليه تأخير في العمليات وإجبارها على إجراء تغييرات في رحلات سفنها. تذكير بأهم العناوين: شفاء 3 مواطنين من فيروس كورونا في الإقليم الأوسط. برامج ناجحة بحملة الطلاب التنموية في أفعبت. إشادة بمشاركة المرأة في التنمية والتصدي. انطلاق مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. اليابان تقدر تستطيع الصواريخ البعيدة المدى في ظل التهديد الصيني. عشرات القتلى والمفقودين بسبب الأمطار الموسمية في الهند وأفغانستان. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.